واشهد يا جزائر بأن علماءك اليوم في هذا اليوم يحملون شعار الخلود. يلتحق بنا الآن السيد مدير الثقافة والفنون لولاية شلف، نرحب به ترحيبا حارا. حللت أهلا أستاذنا الكريم، نرحب بك وندعوك إلى افتتاح هذا الملتقى. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ببدء أود أن أقدم أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جد مسرور وأفتخر بتواجدي معكم من أجل الإشراف على افتتاح هذا الملتقى الوطني في طبعته الرابعة المنظم من طرف جمعية صناعة الحياة تحت إشراف المكتب الرئيسي للمطالعة العمومية، وهم مشكورين على هذا، على احتضانهم مثل هذه التظاهرات التي تصب في معرفة أو التعريف بعلماء المنطقة أو علماء حوض شلف، وكم هم كثيرون. واليوم نحضر من أجل التعريف أو استمرارية في التعريف بهذا العالم، وهو السي محمد بن طيب المجاجي القدوري، الذي هو يعتبر عالم من علماء حوض شلف، والذي نحن نفتخر بتنشيط أو حضور ملتقى من هذا النوع. ماذا عشان أقول؟ أتمنى أن يجري هذا اليوم، يعني أن يثري هذا اليوم مجموعة من الباحثين ومن لهم اهتمام به في مثل هذا النوع من البحوث. فقط أود أن أقول أنه كان بالأمس كنت أود أن أحضر معكم في الرحلة أو الخرجة الميدانية التي خرجتموها، ولكن لظروف قاهرة تعذر علي الحضور معكم، ولكن هذا لا يمنع أنني تابعت يعني خرجتكم، تابعت بكل اهتمام، وأنا جد فخور بالسيدة مديرة المكتبة على احتضان هذه النشاطات التي نحن على مستوى مديرية الثقافة نثمنها ونشجعها ونساعدها. كما أوجه شكري جزيل لكل الحضور الكريم. وأنا اليوم أرى يعني مجموعة من الشباب، ونقول لكم أنهم هؤلاء يعني هم الشباب، هم من سوف إن شاء الله يحملون المشعل. نقول لكم أن مثل هذه التظاهرات أو يعني قاعة مثل هذه لا تكفي، وكنت نتمنى انه ينظم هذا الملتقى بدار الثقافه حتى يتسع للجميع حضور والاستفاده من المحاضرات والمداخلات التي سوف تقع على هذه المنصه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلاة تجمعنا ككل مرة في هذه الأيام الدراسية لنتدارس شخصيات وعلماء أوقدوا شعلة التاريخ وشعلة الخلود في ولاية شلف وفي الجزائر ككل. إذا اليوم نلتقي في الملتقى الرابع للعلامة سي محمد بن طيب القدوري المجاجي الجزائري. أبينا هذه السنة إلا أن نعنون هذا الملتقى بعلماء حوض شلف وأفضل الشخصية العلمية في تثمين الهوية الوطنية والموروث الثقافي الجزائري. إذا مرحبا بكم جميعا تحت إشراف السيد مدير الثقافة والفنون لولاية شلف. نرحب بجميع الأساتذة اللي جونا من ولايات الوطن، من بوسعادة، الجلفة، البليدة، سمسيلت، والزاوية القاسمية من بوسعادة. مرحبا بكم. نرحب كذلك بقدماء الكشافة الإسلامية وشيخ زاوية سيدي محمد بن علي أبهلول، الكشافة الإسلامية كذلك، والجمعيات، جمعيات المجتمع المدني، كل المهتمين، الباحثين والأساتذة، شعراء وكتاب ومؤلفين في هذا نبدأ به رحلتنا إلى ذاكرة التاريخ، هو النشيد الوطني، فلنستمع إليه. رئيس الجمعية الحياة لترقية النشاطات الثقافية بولاية
اليوم نحن بصدد تنظيم الملتقى الرابع للعلامة عاصم محمد بن طيب القدوري المجاجي الجزائري. هذه السنة اخترنا أن يكون عنوان الملتقى هو علماء حوض الشلف وأثر الشخصية العلمية في تثمين المحتوى الثقافي والهوية الوطنية الجزائرية لدى المواطن الجزائري. هذا يعني كان بمناسبة شهر التراث تزامنا مع إحياء ذكرى مجازر 8 ماي. هدفنا هو إحياء الذكرى، الدراسة في سيرة علماء السلف، الامتثال بحياتهم، شخصيتهم، بنضالهم، بتفكيرهم الثقافي، بفلسفتهم الحياتية. وإذا ما علينا اليوم هو فقط أن نتدارس هذا الموضوع بكل ثقة من أجل ربط المستقبل المشرف بإذن الله تعالى مع مع ماضي مخلد في سجل من ذهب. هذا الملتقى وكل الملتقيات العلمية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية. تفضلي أستاذتنا الكريمة مشكورة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أرحب بالحضور وأشكرهم على تلبية الدعوة في إطار شهر التراث، وتنظمت المكتبة بتنسيق وتحت إشراف مديرية الثقافة برنامج قطاع الثقافة. اليوم هو اليوم الخاص للملتقى الوطني الرابع للعلامة عاصم محمد بن طيب علماء حوض شلف. هذا لاسمنا هذا العلامة الشخصية البارزة خاصة في أثر الشخصية العلمية في تثمين الحياة الثقافية والحفاظ على الهوية الوطنية. هذا هو الهدف أو المعنى. نرحب بأئمتنا الحاضرين وابن العلامة. كذلك كانت التعليم التي يعني لاحظنا مراحل، خاصة أنه ذهب معنا شباب، وهذا من أجل باش نحافظ ولا جمع المستقبل مع الحاضر. كذلك نرحب الشكر والترحيب للأساتذة الحاضرين معنا من مسيلة، من جامعة البويدة، من جامعة الجزائر. كل الترحيب بالأساتذة المتداخلين، والشكر موصول خاصة لجمعية زهرة الحياة التي تشرف وتنظم الملتقى. كذلك لا ننسى أن هناك دور هام في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في إبراز ولا إثراء ولا العلامات ولا الأعلام ولا علماء، نسميهم علماء لأنهم لعبوا دور في وقت حاضر، في الوقت السابق وفي الوقت الحاضر، من أجل الهوية الجزائرية. وشكرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كريما طيبا مباركا فيه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرف لي أن أكون بين هذا الجمع، واسمحوا لي يعني لما أكون أعلم أنني سأوحق في هذا الموقف، لأن الأمور كما تعلمون ليس شائكة وصعبة شوية جدا، و يعني تعبان شوية، لكن معليش يعني نستغل هذه الفرصة لأن الأمر يستحق الاهتمام. الأمر هذا يتعلق بشيخنا الكريم رحمه الله تعالى، وهو اسمه حقي. وهذا الشيخ تربينا معه وربانا، يعني كنا صغار، وكان الشيخ من بين الشيوخ اللي كما قلنا الأمس
الذين عاهدوا الله. هناك مجموعة توفت في بداية انطلاقة الثورة المباركة، وهناك مجموعة بقيت إلى الاستقلال فجاهدوا، منهم هذا الشيخ اللي هو سي محمد بطيب رحمه الله تعالى، وبقية زملائه وهم كثر، منهم سي إمام رحمه الله زميل قريبه وهو الإمام أيضا كان في السنغال، منهم الشيخ با رحمه الله المتوسي محمد فضال، من نحن نسموه الشيخ با، منهم الشيخ العالي رحمه الله، منهم الشيخ عشير، منهم كثر يسمحون لنا لأن المقام ما يسمحناش بنذكر. هؤلاء هم نخبة من منطقة سلف، مثلوا الحياة الجهادية بمعنى الكلمة تماما، يعني منذ نشأة الثورة فهم من الأوائل الذين أسسوا الثورة، ثم استمروا معها إلى أن جاء الاستقلال، فعلموا الناس ووعوا الناس وخدموا الدين والوطن في مختلف المجالات حيث ما وجد، وماتوا في سبيل الله. يعني إذن هذا لما كل واحد منهم يتطلب محاضرة طويلة وعريضة، يعني ما نقدرش نعطيهم نذكرهم كلهم. وثانيا قد ننسى بعض اللي كانوا معهم اللي يعني يعذرون الناس على هذا، لأن مثل هذا الموقف يقتضي من اللي يمثلوا أن يكون ملم به كامل باش يقدر يعرض كامل وله منهجية كاملة. وبارك الله فيكم، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. بكل من التحق بنا للتو ولم أرحب به. أستاذة نسيمة مرحبا بك، أستاذة ميمون مرحبا بك، اللي مازال ما شفتوش كل واحد باسمه. مرحبا بالجميع. الآن أدعو السيد القاضي البجطية عبد القادر إمامنا الكبير ابن العلامة سي محمد بن طيب القدوري المجاجي الجزائري، فقط كلمة يعني للحضور للتعريف بالعلامة الكبير الذي نحيي ذكراه اليوم. تفضل معنا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يشرفنا تشريفا عظيما والعظمة لله تبارك وتعالى حينما نلتقي في هذه المباركة وبمناسبة هذه المناسبات، سواء كان المناسبة الدينية أو الوطنية، وخاصة تمر علينا مناسبات كثيرة ولكن نستثمر هذه المناسبات. بالأمس كنا بمناسبة وهي مناسبة أمينة وهي فرق تاج الجزائر في يوم واحد 45,000 شهيد في يوم 8 مايو 1945 بالنسبة للميلاد. وكذلك احتفلنا بيوم العلم، والله تعالى يقول سيدنا وقل ربي زدني علما، اللهم زدنا علما وفهما، وهو الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى وعلماء المسلمين الجزائريين بصفة عامة. واليوم نلتقي في هذا اليوم كذلك، وهو الملتقى الرابع لهذا الفقيه أو هذا الشيخ، وهو من علامة هذه المنطقة، وهو فقيه من فقهاء منطقة الأصنام سابقا ومنطقة المجاجة كذلك. وأشار الشيخ الفاضل سي علي أو سي عبد القادر لهذا الموضوع، وحط النقاط عن الحروف بالنسبة للعلماء، لهذه العلماء وعلماء ولد الشرك أو ولد الأصنام سابقا، وكذلك علماء مجاجة ومجاجة معروفة بعلمائها، وهذه المنطقة كذلك بعلمائها ورجالها وحمل كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن هذا العلماء وهذه
الشيخ سمح الطيب بن الطيب رحمه الله تبارك وتعالى ورحم جميع المسلمين وعلماء المسلمين، كرس حياته في التعليم، ومن جملة التعليم انتقل إلى الجهاد، وهو كان مناضل المجاهد، وكان يحضر في جماعة العلماء من جملة العلماء المسلمين الجزائريين آنذاك في ذاك الوقت، بالنسبة للشيخ محمد رحمه الله والعربي التبسي وبشير الإبراهيمي وغيرهم من العلماء وغيرهم من العلماء اللي كانوا آنذاك يلقوا محاضرة في هذه الولاية، وهي محاضرة كانت تلقى في زاوية تاع ذيك الخلدونية، كانت آنذاك كانت تلقى. ولكن أنا نقول الشباب، هذا الشباب لابد بالأمس الآباء والأجداد الفقهاء ضحوا بالنفس كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقاتلوا في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم اللي نالوا هذا العلماء وهذا الشهداء رحمهم الله تبارك وتعالى.